أنا فلسطينية. اها. ايه. وابو مراد سوداني. ايه. شلون تعرفتوا على بعض؟ فلسطينية وسوداني وفي العراق. أهلي. شلون صار؟ الناس اللي تمنوني هم جوزوني إياه. يعني انت كنت شنو؟ كنت يتيمة؟ دار الأيتام. الله. والله. يعني كنت في دار الأيتام؟ ايه. والحين ما مثلا قد صار عمرك؟ صار عمرك 18 سنة وخرجوش من الدار؟ لو شنو؟ ما بعرف، أنا اللي بعرف إن أنا كنت بالقماطة، كان في دم علي، قالوا أهلك ساووا حادث، وأجدوا الناس تمنوني ما كانوا يخلفوا. وهذا الرجال اللي أبوي، اللي أنا بسميه أبوي، هو كان مريض نفسي، عذبني. لما كبرت شوي شوي صار يعذب بي، لأنه صار عندهم أولاد، ما كان عندهم أولاد أبد لما أخذوني عندهم. وبعد بلش يعذب بي، نايمني بمقهى لحد هسه وانا في تشوه، وهي ايدي مكسوره، ولحد هسه الورم ماله كل مره بقوم الورم علي، ايدي مكسوره، ولسه التشويه حتى بجسمي. كان دائما يسبحني مي ونفط. مي ونفط؟ اي والله. لا اله الا الله. وهو كان جماعته، هو كان دائما يروح لباب الشرجي، عاد قال لي خلص انا حجوزك وابيع عشان يخلص مني. عراقي كان هو؟ لا فلسطيني. هم كان فلسطيني. أي. وشلون تزوجتي؟ عرفني على توم، اول ما شفته خفت، قلت شلون انا بعد ما افهم كل شيء، 11 سنه ما صار لي. قال لي لا لازم تتجوزي ولا كانوا يريدوا فلوس بس يخلصوا من عندي، باعوني ب5 ملايين، وهو كان فقير. لما اخذني ابد يعني بقينا مع بعض مثل الاخوان فتره طويله.